الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن قانون الإيجار القديم، قلنا مش هنسيبه. يعني أنا مش هنتكلم في حاجة تاني، في حاجات هنتكلم فيها. لو جات لي أسئلة في خصوص أي قانون أو أي حاجة في أي شرعي، جنائي، تجاري، أنا هتكلم عليه، مفيش أي مشكلة، وأعلق عليه كمان فيديو. لو يستاهل أعلق عليه فيديو، سؤال هجاوب عليه. إنما خلينا دلوقتي في الموضوع دوت، عشان الناس اللي قالوا أنت مالكش شغل غير الموضوع ده، أقول لهم أيوه ماليش شغل غير الموضوع دوت إن شاء الله لغاية لما يخلص. حق، بنتكلم في الحق. طيب، الناس تقول ايه ده؟ قانون الايجار، طب ازاي هيحددوا الاماكن؟ المشكله ازاي هيعرفوا الاسعار؟ ازاي هيحددوا شقق المحلات او الشقق؟ ان الموضوع هيخش المحلات، هقول دلوقتي عليه المحلات التجاريه والعيادات والمخازن والمكاتب اللي هي ايجار قانون قديم، هتشمل برضه هذه التعديلات، هتشملهم. فبيقولوا ايه؟ طب ازاي؟ فرد عليهم عضو مجلس النواب وقال ان في كل محافظه هيبقى فيه لجان تحدد القيم على طول. الحاجات دي بتبقى سريعه يا جدعان، ما تخافوش، ما بتاخدش وقت. هيقول لك المنطقه دي بكذا، الحاره دي بكذا، عشان في على الشوارع، وفي الحواري، وفي الشوارع الرئيسيه، وفي حتت يعني كده يعني. فالموضوع مش هيجي كده هو بس. احنا يعني الحي ده هو مسؤول عنه لجنه كذا، والحي ده مسؤول عنه لجنه كذا، والموضوع بيتم بسرعه، مش ما فيهوش. عشان انتوا ما تقلقوش بس تقولوا ازاي، لا، هتتقدر وهتتعرف. هو اللي نتمناه ان يكون في امانه في العرض دي، بس امانه، ما يكونش فيه مصالح شخصيه. طيب، عضو مجلس النواب في الاداره المحليه قال ايه؟ يجرى حاليا او يجري حاليا جمع الاراء لتحديد ضوابط واليات للتسعير العادل للوحدات السكنيه من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمه الايجاريه للوحدات، ولجان أخرى، اسمعوا بقى اسمعوا، ولجان أخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحديثها، مما يؤكد أن لدينا ضوابط للتسعير العادل للوحدات السكنية والوحدات التجارية الغير سكنية. يبقى القانون إن شاء الله، عشان بس الناس تقول المحلات ومش بتسأل عن المحلات، بقول لهم التعديلات ان شاء الله هيخش بنميها المحلات. حكم المحكمه الدستوريه خاص بالاوراق السكنيه وملوش دعوه بالمده والكلام دوت. هو بيتكلم على القيمه الايجاريه بس، تثبيت القيمه الايجاريه. انما النواب ان شاء الله بيقول لك في لجان هتنزل وهتحدد وهتشوف الاسعار قد ايه. هتكون اللجان ديت يعني تحديد القيمه الايجاريه بالنسبه للاماكن السكنيه والاماكن الغير سكنيه، اللي هي المحلات التجاريه والإدارية، اللي هي المكاتب والمخازن والعيادات والمحلات. إن شاء الله هيكون فيها تعديل إن شاء الله. ففي لجان، الناس اللي قلقانة هيعرفوا الأجرة إزاي، ده مش عارف لا، إحنا بس اللي بنطلبه إن يكون في أمانة في عرض هذه القيمة الإيجارية في تحديدها. بس الملاك يثقوا في مجلس النواب، وبيثقوا في الدولة، وبيثقوا في السيد الرئيس ان هو تكون لجان محايده، ان مفيش حد فيه ليه مصالح شخصيه، مفيش حد تبع الملاك، مفيش حد تبع المستاجرين، ويحدد القيمه الايجاريه العادله الحقيقه. وطبعا يعني هيبقى عليه مراقبه. يعني ما هو ما يجيش يقول لي مثلا دي ب 1000 جنيه وهي ب 5000 جنيه. لا، هيبقى في عرض واقع، وعرض واقع ان شاء الله. مش عايزين نخون، عايزين نسيب الامور ماشيه زي ما هي. يبقى في لجان في كل المحافظات لتحديد القيمه وتحديث القيمه الايجاريه للشقق السكنيه والاماكن التجاريه، اللي هي المحلات والمخازن والعيادات والمكاتب اللي هي مأجره قانون ايجار قديم. شكرا.